أوقفت مصالح الأمن بمدينة مراكش 3 نساء يشتبه في تورطهن في شبكة لترويج مواد صيدلانية مهربة كانت تستعمل لأغراض تجميلية غير قانونية، من بينها منتجات تسوق لزيادة الوزن وتكبير المؤخرة، وهي ممارسات تشكل خطرا مباشرا على الصحة العامة. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيهن اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 34 و 74 سنة، كن يشتغلن تحت غطاء تقديم خدمات التدليك، قبل أن يتبين أن نشاطهن الحقيقي يرتبط بترويج وبيع أدوية ومستلزمات طبية مهربة خارج الإطار القانوني. وقد أسفرت عملية التفتيش التي باشرتها السلطات الأمنية في إطار هذه القضية عن حجز كمية مهمة من المواد المهربة بلغ مجموعها 4110 وحدة، شملت أقراصا دوائية وتحاميل ومراهم طبية مختلفة كانت موجهة للتوزيع بشكل غير مشروع. وتواصل المصالح المختصة تحقيقاتها من أجل تحديد جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، وكشف مصادر هذه المواد وطرق إدخالها إلى السوق، مع احتمال وجود أطراف أخرى متورطة في هذا النشاط غير القانوني.